طبعا احنا بقالنا زمان ما طلعناش ولا كلمنا ولا حكينا ولا قلنا. انا طالعه النهارده عشان احكي لكم قصه. القصه دي قصه حقيقيه وواقعيه وحصلت، والبنت بعتت لي على الماسنجر وقالت لي القصه بتاعتها. يا ريت انتوا تكتبوا في الكومنتات تحت هي تعمل ايه، وتساعدوا اختكم ان هي تفكر تعمل ايه. بس انا رأيي اللي انا قلته لها في اخر الفيديو، انتوا بقى رأيكم تقولوه لها لما تشوفوا الفيديو كله وتسمعوا قصتها. انا اختصرت الموضوع لان الموضوع كبير جدا، وانا اختصرته قوي 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 وحكيت لكم نبذة عنه. ولكن البنت كتير مسكينة وكتير مقهورة. عايزاكم بقى تكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين يا رب وفرحانين ومتهنين. تعالوا بقى نشوف قصة النهاردة بتقول ايه. في واحدة ست بعتالي قصتها، بتقول لي انا من وانا صغيرة بشتغل وبساعد اهلي، ولما كبرت اتجوزت واحد برضو عشت معاه وانا بساعده، وتوفاه الله وساب لي 3 عيال. ال3 عيال دول بنتين وولد. جاتني سفرية وسافرت برا وسبتهم مع اخواتي واهلي، وبعد ما سبتهم مع اخواتي واهلي كنت بنزل لهم اجازات. الدنيا غلت وكبروا العيال ومحتاجين مصاريف. بقيت انزل، بدل ما كنت بنزل كل سنة بقيت انزل كل سنتين. بعد كده بقت المسافة بتطول اكتر. ولادي كبروا. الولد اسم الله عليه دخل الجامعة، والبنتين بيخلصوا ثانوية، والحياة تقلت على كتافي. عشت أربيهم واصرف عليهم، ولكن انحشوا حشو واتملوا قلوبهم بالقسوة من أهلي ملوهم قسوة عليا، إن هم يبقوا قاسيين عليا. الولد قطعني والبنتين قطعوني، بس عايزيني أبعت لهم مصاريف فقط لا غير، فقط، لا يسألوا عليا ولا أسأل عليهم. عايزين بس فلوس مني وخلاص. وأنا تعبت، مش عارفة أعمل إيه. قوليلي أعمل إيه. بصي يا حبيبتي، أنا هقولك كلمتين 2. انت جريتي وشقيتي وتعبتي عشان تربيهم، واسم الله عليهم هم ما حفظوش ولا صانوا الود، وهم ما فهموش انك انت اشتغلتي وشقيتي عليهم بعد ما ابوهم توفى. اهلك اللي شحنوهم وملوهم هم بنوا في ارض مش ارضهم، بنوا بيت في مكان مش بتاعهم. فتخيلي بقى لما يبنوا بيت في مكان مش بتاعهم ايه اللي هيحصل. البيت ده هينهد ليه؟ لانه مش بتاعهم. انا كل اللي بقوله لك طولي بالك، اصبري واحتسبي عند ربنا، لان اللي بيحصل ده كله مكتوب ولازم هتشوفيه. بس انتي حاولي توقفي المصاريف عن العيال عشان يعرفوا قيمتك، لان اهلك مش هيقدروا على المصاريف، وخاصة دلوقتي الحياة في مصر عاملة ازاي. فانتي وقفي المصاريف ديت، ولازم عيالك يعرفوا قيمتك، ولازم اهلك يعرفوا قيمتك. وربنا يعينك ويقويكي. وشوفي اخواتك الفنزات هيقولوا لك ايه تحت. طبعا احنا بقالنا زمان ما طلعناش ولا كلمنا ولا حكينا ولا قلنا. انا طالعه النهارده عشان احكي لكم قصه. القصه دي قصه حقيقيه وواقعيه وحصلت، والبنت بعتت لي على الماسنجر وقالت لي القصه بتاعتها. يا ريت انتوا تكتبوا في الكومنتات تحت هي تعمل ايه، وتساعدوا اختكم ان هي تفكر تعمل ايه. بس انا رأيي اللي انا قلته لها في اخر الفيديو، انتوا بقى رأيكم تقولوه لها
لما تشوفوا الفيديو كله وتسمعوا قصتها. انا اختصرت الموضوع لان الموضوع كبير جدا، وانا اختصرته قوي 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 وحكيت لكم نبذة عنه. ولكن البنت كتير مسكينة وكتير مقهورة. عايزاكم بقى تكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه.